بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ليلة الجمعة، ليلة الخميس ويوم الجمعة، نكتر من الصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وما ننساش حضراتكم نكتر من الدعاء لأهالينا وإخوتنا في فلسطين وغزة، الكرامة والشرف والعزة. اللهم إنا نسألك نصرا عزيزا مبينا، اللهم آمين يا رب العالمين. محبي ومتابعي وأصدقائي والكباتن في كل مكان، تحياتي ليكم وحفظكم الله جميعا أينما كنتم، وكفاكم الله شر السوء والداء والبلاء والغلاء. النهارده الخميس، وعرفنا ان كان فيه زيادة في أسعار الوقود. اللهم لا تجعلها عادة، اللهم آمين يا رب العالمين. بكرة إن شاء الله الجمعة، ما دخلناش لسه على الجمعة، إن شاء الله بكرة الجمعة بإذن الله مباراتنا مع النادي المصري على استاد الجيش ببرج العرب باسكندرية. والمباراة كانت مؤجلة من الجولة 18. مباراة صعبة وقوية جدا جدا. المصري الثالث، خد بالك يا ابو الصحاب، النادي المصري الثالث وعامل موسم رائع وفوق العادة بقيادة علي ماهر ابن النادي الأهلي. طبعا علي ماهر بيجي قدامنا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هو السنة دي عامل فعلا موسم 10/10، طبعا بمساندة رجل الأعمال أبو علي، كامل أبو علي، رجل الأعمال المصري. الإدارة لما تكون خلف المدير الفني وخلف الجهاز وخلف اللاعبين وتوفير مناخ جيد بتمشي. والمصري عنده. وفي الناحية التانية الإسماعيلي لازم ياخد دروس. الناحية الأخرى الزمالك. الأهلي والمصري والأندية المستقرة بتدي دروس لابد أن يستفيد منها أو يستفيد بها النوادي المتعثرة. نروح لمباراة الجمعة والأهلي والمصري الساعة 9 إن شاء الله بإذن الله. وفي البداية بإذن الله بمشيئة الرحمن الأهلي كسبان، بمشيئة الرحمن الأهلي كسبان. كولر واخد مين معاه؟ مفاجأة كبيرة. قائمة كولر باستاد الجيش بكرة إن شاء الله واخد مين معاه؟ تخيلوا إن العريس كان النهارده مروان عطية، كان فرحه امبارح والشباب كانوا موجودين واللاعيبة كانوا موجودين، وألف ألف مليون مبروك. موجود النهارده في تدريب النادي الأهلي. تخيل، كولر قال له تعالى وبعدين نحلها ألف حلاها. وكان متواجد مروان عطية النهارده في تدريب النادي الأهلي. هو ده الأهلي. مفيش عندنا تقول لي جواز، تقول لي سفر، تقول لي مصيف، تقول لي ماني الشيء مكاني ماني، تعالى حاضر وموجود وبيأدي. وفي القايمة بكرة، على رأس قائمة الأهلي بكرة في مواجهة المصري مروان عطية العريس امبارح. يعني في يوم عمل الصباحية في الملعب في التتش، احتفل بالصباحية بتاعته في الملعب في التتش مع أصحابه ومع زمايله. واخد مين؟ هنقول في حراسة المرمى معروف الشناوي وشوبير والزنفلي. حمزة علاء عامل مباراة حلوة قوي مع الدومينيكان امبارح تقريبا، أداء حلو إلى حد ما. والولا الدبيس عامل مباراة جميلة جدا. نروح للقايمة.
نروح للدفاع، طبعا ياسر وربيعه وكريم ومنعم وهاني وعمر كمان. خش بقى على خط النص، تقريبا طاهر اللي بره وعبد القادر. تقريبا عبد القادر بدأ يعمل يجري ويمشي في التدريبات بداية من تدريبات الأمس، وطاهر خارج القائمة. عندك خد بقى أبشة وعاشور وحسين ورضا وندفد تاو، تمام. وديانج هتكون آخر مباراة، زعلانين على ديانج، زعلانين عليه جدا جدا. وطبعا أكرم توفيق. ما فيش غير كده في الهجوم، أبو علي وكهربا. هيبدأ بمين؟ هيعمل إيه؟ هيسوي إيه؟ مباراة صعبة جدا جدا، أصعب من بيراميدز صدقوني. مباراة، ما أنت راجل أنت راجل في المركز الثالث، يعني في المربع الذهبي بتاع الدوري. بيراميدز في المركز الأول بس مستواه مع المصري بالنسبة للعبه مع النادي الأهلي خصوصا بيعمل مباريات قوية جدا مع النادي الأهلي. وانا قايل لك علي ماهر يعني ايه بيستأسد امام النادي الاهلي، زيه زي مدربين الاتحاد، زيه زي بسيوني، زي العشري كتير، واحمد سامي. المهم هيلعب ازاي؟ اكيد بقى احتمال كبير جدا شوبير، احتمال والله اعلم. هيلعب هاني ومنعم وياسر وكريم فؤاد. انا اتكلمت عن تقريب تشكيل الاهلي امام بيراميدز الماتش اللي فات، ماتش الهدف، هدف ابو علي، ماتش الدوري، ال3 نقاط بالدوري. كان التشكيل الى حد ما يعني الاختلاف في عنصر او 2. هيعمل ايه في خط النص؟ هيلعب بعاشور وهيلعب بديانج، ممكن يريح مروان، وهيلعب بأكرم توفيق. إذا ريح عاشور هيلعب أبشة، وإذا ريح أكرم توفيق هيلعب ندفد جنب ديانج وعاشور. طبعا قدام هيلعب أبو علي، هيسيب كهربا، لأن كهربا مع بيراميدز الفترة الأخيرة الدقايق اللي لعبها جاله انفراد وما كانش يضيع صراحة يعني. لكن الله أعلم، ده التشكيل المناسب والأنسب لمواجهة المصري بقيادة علي ماهر. خلاص جايبين طبعا كريم العراقي وأمادو باه، دول أكتر الغياب المؤثرة عند علي ماهر. عنده عمرو موسى، وعنده يمكن يرجع المدافع بتاع الإسماعيلي بهاء، ولا هو حاجة زي كده يعني. عنده بدايل كويسة علي ماهر. الحكم حكم فرنسي، حكم فرنسي، وطبعا طقم فرنسي بالحكم كل الطقم طقم فرنسي، كل الطقم طقم فرنسي. ان شاء الله نتمنى له التوفيق باذن الله. وزي ما قلنا باذنك انت يا رب الاهلي كسب، مشيئة الرحمن الاهلي كسبان، والحمد لله احنا ضمننا الدوري. انا بقولها لك ثقه في الله وثقه في اللعيبه. ضمننا الدوري في الجزيره خلاص، ما حدش يتكلم، مش هنقع ولا ماتش بمشيئه الرحمن. لو تعادلنا ماتش او 2 عادي. احنا لينا 8 مباريات لسه ناقصين، منهم 3 مؤجلين. مباراه الجمعه من واحده منهم. ان شاء الله القطر يفضل ماشي بدون اي فرامل او بدون اي اعاقات. في الناحيه الثانيه بكره برضه في نفس الموعد الساعه 9 مباراه بيراميدز والزمالك. ولاد العم بقى هم يخبطوا في بعض بقى، مالناش فيه. اللي يغلب واللي يكسب يكسب، واذا تعادلوا خير وبركه، ما تعادلوش برضه خير وبركه. احنا ما يهمناش، خلاص الدنيا اتفكت وخلاص، والدنيا بقت الامور انتهت وواضحه للناس كلها. بس في تصريحات لبعض اللعيبه النجوم القدامى لنادي الزمالك ما ينفعش تتقال. يقول لك احنا هنسيب بيراميدز يفوز على الزمالك، احنا حرين. يا اخي انت ايه
انا ما شفتش بصراحه خذلان وركوع وانبطاح بهذا الشكل. يعني بمعنى صريح يقول لك نتغلب من بيراميدز عادي عشان هو انت لو اتغلبت من بيراميدز بكره هيأثر على ان الدوري يروح للاهلي؟ ما الدوري راح خلاص، وهو حاطط مكانك يا مفاش، يا مفاش انت يا مقطع. البيراميدز اتحط مكانك اللي بتقول يفوز بكره، وهو جاب لك حكم. يعني يا جماعه هم لجنه الرابطه او لجنه الحكام جابوا له محمد عادل الاحتوائي، محمد عادل الاحتوائي، ومعاه محمود بسيوني على الفار. الفار مش الفار، الفار. يعني الاثنين بسم الله ما شاء الله. انا شخصيا اتمنى بكره الزمالك يغلب البيراميدز قولا واحدا، مش عشان منافسه ولا حاجه، هي الدوري انتهى، بس انا مش عايز بيراميدز يغلب الزمالك. انا ما بحبش بيراميدز يغلب اي مباراه ولا يروح في اي حته غير انه يبقى ما يشمش ريحه حتى المربع الذهبي، عشان بقى نتفض من الليله دي ونخلص بقى. كل ماتش يقول لك يطلع ابو عيد والسعيد يقول لك ايه بنفكر في الاستثمارات. ملاك بيراميدز بيفكروا في سحب الاستثمارات وقفل الدكاكين والاستادات. فين يا عم الدكاكين؟ وفين الاستادات اللي عملتوها؟ وفين الاستثمارات اللي بتتكلموا عنها؟ خلصهم ومع بعضكم بكره ما يهمناش سواء النتيجه هنا او هنا. تمام التمام. في النهايه بحب اقول لحضراتكم ما تنسوش تصلوا على حضرة النبي الليله ليله الجمعه، وسيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله بيطلب مننا ان احنا نكتر من الصلاه عليه، فان صلاتنا تعرض عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وتصبحوا على الف خير. ما تنسوش المتابعه واللايك والشير، وجزاكم الله كل خير. سلام عليكم.